نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. شكرا طارق الحماد، الشكر كذلك لضيفيك في الاستديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، طبعا في ظل اكيد الكثير من الافضل. هنا فرصه تاتي خطيره، هذه جول، هذه جول. اوه يا اخوان، ميلاتاسا ختافي، نعم، إغليسياس، داكونا، ماكسيموفيتش، بالاضافه تنطلق رغبه البارسا من اجل هدف اول ياتي. خطيره كانت، ولكن حارس المرمى البدايه كانت بخطر، البدايه كانت بفرصه، كانت قريب موجود. وصلت هذه الكره طويله، راسيه تاتي من ليفا اراد ان يبدا، واراد ان يبدا العداد واهداف البولند تجاه كونت اللي يلعب مدافع. راؤخو اليوم يلعب في مركز الظهير، بينما هناك مطالبه كانت بوجود خطا بعد اعتداء. كان هناك ميلانجي كذلك من مدرسه لاماسيا، مثلما كان يفعل على الدوام. البارسا في عهده الجديد يريد على مستوى مختلف البطولات. بعد ذلك في وسط الميدان مره اخرى لمصلحه البارسا من جديد، لكن تدخل على راؤخو وخطأ. بالدي يحاول فيها من الطرف الايسر، لكن تغطيه كانت من جانب مدافع نادي خير، والنقل عن طريق بالدي راح، لكن سهل عند حارس المرمى. اليوم داميان سواريز، هذا الحوار الذي سنشاهده كثيرا ما بين داميان سواريز اللي قال بأنها ستكون مباراة صعبة وأن الفريق يحتاج لجهد كبير. من الأول رافينيا، ما زال رافينيا والتدخل. يا رجل يا متروفيتش، ما هكذا يتم التدخل. لكن هناك صافرة وخطأ، لأن التدخل كان موجود في اللقطة الماضية. تشافي توقع هذا الأمر، ترسل التغطية، حضرت أراوخو لرافينيا، والتسديدة تاتي، تصدي من حارس المرمى وإبعاد دافيد سوريا، أبعدها. بعد ذلك المدافع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في أخطر الكرات. سلام بصورة جميلة، محاولة ما زالت من الهولندي لكنها كانت مقطوعة، شتتت، إلا أنها من الدنمارك. تماس مرة أخرى. رمية جانبية لفريق ختافي، كرة ستنفذ من الرمية الجانبية لأصحاب الدار، وصلت إلى بيدري، عودة إلى أوريو روميو وداكونام في حوار الأوزان الثقيلة. بينما هنا رافينيا، هنا تشافي الذي روميو، يا سلام الله، أراد أن يقوم بما عجز عنه المهاجمين. هنا روميو في لقطة، كونام يحاول أن يمر من أمام بالدي، هذا المرور لم يكتمل، لكن خطأ كان موجود، خطأ كان على بالدي في اللقطة الماضية، لكن قصيرة كانت الكرة من جانب ديونغ. بينما هنا الكرة تلعب من الطرف الأيمن عن طريق داميان سواريز، أرضية خطيرة لختافي، التمهيد والتسديدة تاتي، ولكن مارك أندري تير شتيغن يتصدى لكرة إغليسياس، بعد العديد من المباريات الودية التي خاضها الفريق. طبعا الفوز في كاس جوان جامبر على حساب توتنهام. تسلل غير موجود، رافينيا، جول. بعد القضية ترسل والمحاولة تأتي من جندوغان، تسديدة بيدري، ولكن اصطدمت في دفاعات ختافي. اصطدمت الكرة في واحد من اللاعبين الذين حاولوا. بينما هنا فرانكي ديونغ، مطالبة كانت بوجود خطأ لختافي. الانطلاقة السريعة ليفا، هنا متسلل
رافينيا يطرد، رافينيا يطرد في هذه اللحظات. هي أراوخو متعمدا لمس الكرة، بل مسك الكرة أراوخو، وبالتالي هنا مطالبة بإشهار البطاقة على أراوخو. برشلونة أراوخو يحاول فيها، ذلك ترسل سهلة عند حارس المرمى بالراس كريستنسن من جديد، بينما التسديدة ضعيفة سهلة عند حارس المرمى تير شتيغن. بالدي في كرة، محاولة لعب الكرة العرضية لا ترسل، لكن دافيد سوريا بارسا يعني حاول في تسديدة واحدة، لكن البارسا يعني تشعر أن أيمن لمصلحة فريق ختافي. عرضية ترسل والراسية هنا، لكن إلى خارج الملعب. تحولت أراوخو، يحاول أراوخو، عرضية تاتي، ماكسيموفيتش يعيد الكرة إلى حارس المرمى. هنا الحارس دافيد سوريا انقض على الكرة الماضية. تقدم في الساعات القليلة القادمة، ربما سيتضح كل شيء، بينما هنا قد رسمت يا جودي، رسمتي ده انا هنشتمي. رسمتي جيب اجيب مالك عشان يرسموا لي. لا مالك ما بيرسمش، مالك اسمع مني. انا مالك ما بيرسمش، هو اصلا جلد لوحده، هو جلد والله ما محتاج تعالى يا حمو يلا. هذا محمد هو الابيض اللي على السلام بعد التخطيط. لا ده في عيله جايه. هنعملوا ايه؟ في 16 عيال جايين. والله ما شاء الله، والله ما شاء الله. بص عندنا 2 اهو جايين. العيله بتيجي مش نازل 2 اهو معاك. ماشي.